السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توب 7. فكرة الحلقة دي كانت في حساباتي من كام شهر، وتحديدا من قائمة أقوى الأنميات القصيرة، وحتى ساعتها قلت بأني ناوي أعمل العنوان ده في رمضان، واللي الحلقة دي هتكون عن أبرز 7 أنميات أفكارها حرام. وطبعا أنا ما شفتش كل الأنميات، فأنا هتكلم عن الأنميات اللي اتكلمت عنها في قوائم سابقة، بحيث عندي فكرة عنها وعارف الغلط فين بالظبط. ومن البداية كده حابب أقول بأن الأنميات بشكل عام حرام شرعا أصلا، وممكن أنا أول يوتيوبر محتواه عن الأنمي يقول الكلام ده صراحة كده، وكمان أول واحد يعمل فيديو مخصوص يتكلم فيه عن أبرز الأنميات اللي أفكارها حرام. والسبب في ده إني اتصدمت جدا من منشور كان على الفيسبوك بيقول إن الأنميات حرام. اتفاجئت بكمية جهل في الدين غير طبيعية، وكمان اتفاجئت بإساءات واستهزاء وقلة أدب. طب ليه؟ علشان الراجل قال كلام حقيقي مؤلم. أنا شخصيا بحب الأنمي، بس ده لا يمنعني بأني أعترف بأنه غلط، لأن الاعتراف بالحق فضيلة. وأنا كنت فاكر بأن أغلب الأوتاكو العرب والمسلمين عارفين بأنه حرام زي الأفلام والمسلسلات، بس اكتشفت أنه قليل جدا اللي يعرف الكلام ده، وعلشان كده حبيت أوضح. وسبب حرمة الأنمي باختصار الموسيقى والأغاني اللي لا يوجد أنمي يخلو منها، ده غير مناظر الهانتاي والفان سيرفيس والعري والجنس اللي نادرا تلاقي أنمي يخلو منها، وتقريبا الحاجات دي موجودة بنسبة 95% أو أكتر. لك أن تتخيل بعد ده في ناس بتشكك. ده غير أفكار الأنمي الإلحادية والكفر، وده مش معنى إن اللي بيشوف الحاجات دي كافر. أنا ما قلتش كده، أنا بقول إن الأفكار نفسها كفر والحاد، لكن اللي بيشوفها ومش مصدقها يعتبر عاصي. على حد علمي برضه مش متأكد. وهرد ببساطة لأي حد هيشكك في الكلام ده، وهقول له روح اسأل أي شيخ، بس اسرد له كل حاجة بتشوفها فعلا في الأنمي، ما تخبيش أي حاجة وسط الكلام. أو ريح نفسك وقعد إخواتك وأسرتك معاك ووريهم عينة من اللي ذكرتها في الأنميات، ومش مسؤول عن ردة فعل الشيخ أو أهلك، ويا رب الناس تفهم. وأنا بعتذر جدا عن الإطالة في المقدمة كده، لكن كان لازم أوضح النقاط دي كلها، وهنوضح أكتر خلال القائمة الأول من نوعها على الإنترنت اللي هجيب فيها أبرز 7 أنميات بأفكار حرام. فبسم الله يلا نبدأ على طول. نبدأ قائمتنا النهاردة بالمركز السابع مع أبرز وأشهر أنميات القتال دراغون بول، اللي اتكلمت عنه في قائمة أقوى 7 أنميات في التاريخ، واتكلمت عنه في أكتر من مناسبة تانية. ده غير إنه من أبرز أنميات سبيستون، مع التحريف طبعا علشان الحرام اللي فيه. والحرام اللي في الأنمي ده باختصار هو بأنه فيه شخصيات عندها قدرات إلهية، وفي شخصيات بتتوصف بوصف الإله زي زينو مثلا، اللي بالرغم من شكله الطفولي ده إلا إنه يعتبر إله. مش ده دليل بأن الأنمي ده فكرته حرام لما تشبه أي كائن كان بربنا سبحانه وتعالى، لأنه هو الإله الأوحد؟ إزاي تشبه بيه أي كائن تاني، خصوصا كائن شكله زي كده؟ طبعا عشاق الأنمي ده ممكن يزعلوا مني، بس أنا بقول الحقيقة، وممكن جدا ترجع لأي شيخ علشان تتأكد، بس وضح له بأنه في شخصية بتتقارن أو بتتسم بقدرات إلهية واسمع رده، أو ارجع وشوف توحيد الألوهية وشوف هل كلامي ده صح ولا غلط، براحتك. ونروح بعد كده للمركز السادس مع أحد أبرز أفلام الأنمي Wuthering with You، اللي لسه متكلم عليه من قريب في قائمة أقوى أفلام الأنمي، ومن الأفلام اللي شفتها وعجبتني الصراحة بسبب أجواء الأنمي الجميلة الممطرة مع ألوان الأنمي ومناظره الطبيعة الساحرة. بس للأسف فكرته الرئيسية حرام، ووضحت ده لما اتكلمت عنه في حتة إن البنت دي بتقدر تتحكم في الطقس، بحيث إنها تقدر تخلي الجو مطرة أو السماء صافية، وده في حد ذاته حرام، لأن دي قدرات إلهية، قدرة ربنا سبحانه وتعالى بس. والطبيعي والبديهي لأي حد يشوفه يقول بأن الفكرة دي حرام بدون شك، وإزاي تتعمل أصلا. بس بعد ما شفت بنفسي الكثير من الأوتاكو وعقلياتهم الغريبة وجهلهم بالدين، فحتى الشيء الواضح وضوح الشمس ده لازم يتقال صراحة، وبالسبب كمان، علشان ما يجيش حد يستنصح عليا ويقول لي إيه دليلك. أظن الدليل واضح.
ونطير بعد كده للمركز الخامس مع أبرز الأنميات النفسية القوية ديث بوريد، اللي اتكلمت عنه في قائمة أقوى الأنميات القصيرة. وبصراحة أنا شخصيا اتشديت لفكرة الأنمي، بحيث إن أحداثه في حانة كده بيلعب فيها شخصين لعبة مميتة ملتوية، اللي بيفوز فيها بيبعث من جديد، والخاسر ينتهي به الحال في الفراغ أو الليمبو. واخدين بالكم من كلمة يبعث؟ لأن الحانة دي بيدخلها الشخص بعد الموت، واللي معاه ده بيكون مات معاه في نفس الوقت، فالاتنين هيلعبوا مع بعض لعبة مميتة على مين اللي هيرجع للدنيا تاني. فكرة حرام وكفر واضحة، لأنه في تكذيب واضح للقرآن ولأحاديث الرسول، بحيث إن المفروض اللي بيموت بيسأل في قبره، لكن هنا لأ، اتنين ماتوا مع بعض، يعني في اختلال ومشكلة، فهتتحسم في لعبة مميتة. ده غير فكرة الليمبو أو الفراغ ملهاش وجود أصلا، هو يا جنة يا نار. فكل ده تكذيب واضح للقرآن والسنة، وده سبب حرمته، وأي شيخ في الدنيا هيقول نفس كلامي، مش محتاجة. ونروح بعد كده للمركز الرابع مع أجدد الأنميات المثيرة للجدل تشينسو مان، اللي كان موجود في قائمة أقوى الأنميات المنتظرة في 2022، وموجود برضه في قائمة أقوى الأنميات اللي عرضت فعلا في 2022. يعني الأنمي نجح ومخيبش الأمال. بس فكرة الأنمي نفسها حرام بشكل صريح، بسبب إن بطل الأنمي عايش في عالم البشر والشياطين فيه بيتعاملوا مع بعض عادي، وده غلط وحرام، بس هعديها. بس صاحبنا في أول حلقة هيموت بسبب فخ هيقع فيه، فهيجي الشيطان اللي معاه ده يندمج معاه ويرجعه للحياة تاني، ويتحول لشيطان هجين. فكرة إن الشخص يتعامل مع شيطان تقريبا حرام، بحيث إنه ممكن كلمة شيطان عند اليابانيين معناه وحش وكده، لكن فكرة شيطان يندمج مع بشر ويحييه تاني بعد ما مات، دي حرام لا تقبل النقاش في جزئية إحياء الميت تاني. ده غير طبعا الأنمي مليان مشاهد هانتاي وفان سيرفيس وجنس، يعني الأنمي واقع في كله، ما فيهوش أي إيجابية إلا الدموية والقتالات، لو افترضنا إنهم إيجابيات. ممكن عشاق الأنمي ده يزعلوا من كلامي، لكن أنا كل اللي بعمله إني بشاور على الغلط وبس، ما غلطتش أبدا ولا اتكلمت عن اللي بيتفرجوا عليه. أنا كل كلامي على اللي بيعاند ويغلط ويصمم إن الأنميات دي حلال، لكن اللي كان ما عندوش علم بالموضوع ده واقتنع، على راسي من فوق، لأنه مش عيب إنه ما يكونش عندك علم بالموضوع ده، العيب إنك تعاند وتستمر في الاقتناع بإن الحاجات دي حلال. ولا انتوا ايه رأيكم؟ وندخل بعد كده للمركز الثالث مع الانمي اللي بيتكلم عن الحياة ما بعد الموت، انجل بيتس. فكرة الحياة ما بعد الموت دي حرام اصلا، لانه تكذيب واضح للقرآن والسنة زي ما اتفقنا من انمي ديث بوريت. لكن الفرق هو بانه هنا بيحاربوا رئيسة مجلس الطلاب اللي تعتبر اله او ملك في العالم ده، يعني اساسا مش عارفين يفرقوا ما بين الملك والاله. صباح الفل. فالحرام هنا غير الحياة ما بعد الموت وتصويرها في أجواء مدرسية والكلام الفاضي ده، هو في إنهم مديين قدرات إلهية أو وصف الإله لشابة عادية، وده حرام بدون شك، لأنه لا يجوز أبدا إنك تشبه ربنا أو تصف أي كائن تاني بصفاته، والألوهية صفة من صفات ربنا، إزاي تديها لشخص عادي؟ يعني الأنمي ده واخد من دراجون بول وديث بوريد من ناحية الحياة ما بعد الموت، وشخصية عندها قدرات إلهية أو بتتصف بصفة الإله أو الملاك بتتحارب في الأنمي ده وطالعة شريرة. ده باختصار. والله أعلم هل في حاجة تانية غلط ولا اللي ذكرته بس، لأني ما شفتوش الصراحة. ونروح بعد كده للمركز الثاني مع أحد أبرز الأنميات الشعبية، بليتش، اللي بدأ يعرض من 2004 ومستمر إلى اليوم، واتكلمت عنه في أكتر من مناسبة، في قائمة أقوى شخصيات عالم الأنمي، وفي قائمة أذكى شخصيات عالم الأنمي، وفي قائمة أقوى أفلام الأنمي اللايف. يعني العنوان ده من أبرز عناوين عالم الأنمي، لكن فكرته الرئيسية وأغلب اللي فيه حرام، من ناحية إن بطل الأنمي في الحلقة الأولى هيتحول لشينيجامي ويبقى واحد منهم، والشينيجامي أصلا معناه إله الموت أو ملك الموت أو حاصد الأرواح، وفي كل الأحوال فكرته حرام. والفكرة دي بدأت تظهر في المعتقدات اليابانية في أواخر القرن ال19، مش تبع أي دين في اليابان، مجرد معتقد، وظهر بقوة مع أنميات زي بليتش وديث نوت.
ففكرة الشينيجامي حرام بشكل عام. لك أن تتخيل بأن بطل الأنمي اتحول لشينيجامي وبقى ضمن عالم الأرواح. لا، وكمان الشينيجامي في عالم الأنمي ده وظيفتهم إنهم يرشدوا الأرواح الضائعة اللي بتصعد للسماء بعد موت صاحبها، حسب اللي قرأته في شرح فكرة الأنمي في أحد مواقع الأنمي. عايزك كده تشرح لي يعني إيه بيرشدوا الأرواح الضائعة دي، ويعني إيه ملك الموت أو إله الموت يجسدوه في هيئة شخص. تهييس في تهييس وكله حرام. وفي اليابان الكلام ده عندهم عادي، أو مش قوي برضو لأن المعتقد ده مش موجود في دين عندهم، فغالبا الفكرة دي غلط برضو عند المتدينين. ده غير طبعا حوار الصراع اللي جوه عالم الأرواح ده اللي معرفش حاجة عنه، بس أكيد فيه عك برضو، بس ما أقدرش أتكلم عليه لأني معرفش عنه حاجة. أنا وضحت حرمة الحاجات اللي أنا عارفها في الأنمي بس. وقبل ما نروح للمركز الأول، خلونا نشوف أنميات تانية أفكارها حرام أو ممكن تكون حرام، زي مثلا هجوم العمالقة. أحب أنمي ليا أنا شخصيا، وغالبا أغلبه عادي ما فيهوش حاجة رغم العك اللي فيه، بس اللي ممكن يكون حرام حسب نظرتي حتة المسارات دي وعلم الغيب أو المستقبل اللي معاه قدرة المؤسس. ده غالبا حرام. ده غير الحتة دي برضو شكلها حرام لأنها بتبنيه أو بتعيد خلقه، تقريبا مش متأكد والله، بس الأنمي ما يطمنش من ناحية الحرام علشان أكون صريح برضو. ولا أنمي ناروتو اللي شبه شوية أنمي دراغون بول في القدرات الإلهية وتشبيه شخصيات معينة بالإله. ده غير فكرة الشينيجامي كمان موجودة فيه. ولا الأكيد حرام هو قصة صاحبتنا دي اللي قصتها تقريبا تعتبر إسقاط لقصة أمنا حواء، تقريبا مش متأكد. ولا يوجي اللي مليان أفكار إلحادية المتاخدة من الحضارة الفرعونية زمان عن رع إله الشمس وإله البطيخ والكلام ده، مع إني من عشاق الأنمي ده للأسف. ولا أنمي فتاة الجحيم اللي كان ضمن أقوى أنميات الرعب، وقصته عن شابة لما بتعقد معاها اتفاق عن طريق موقع بتقتل الشخص ده وترميه في الجحيم، وعلى حسب الاتفاق لازم اللي أبرم الاتفاق يترمي في الجحيم كمان حسب ما أذكر. بس فكرة بنت بترمي الناس في الجحيم ولا كأنها إله غلط بدون شك. ولا أنمي ديمون سلاير وجوجيتسو كايزن اللي ليهم علاقة بعالم الأرواح والشياطين، وغالبا أفكارهم حرام، بس ما عنديش معلومات كتيرة عنهم الصراحة فمش متأكد 100%. ولا الأنمي اللي اسمه بس حرام تاور اوف جاد، بس مش متذكر إنه في حاجة ليها علاقة بالإله أو تشبيه شخص بالإله، أو ممكن والله مش فاكر. ولا أنمي باكانو اللي كل الحرام اللي فيه في إن مجموعة خيميائيين هيعملوا طقوس استدعاء شيطان أو حاجة زي كده وهيديلهم قدرة الخلود بحيث إنهم مش هيموتوا أبدا إلا بطريقة معينة كده. طبعا فكرة الخلود واستدعاء شيطان والكلام ده حرام، عدا ذلك الأنمي ما فيهوش حاجة. ولا أنمي النذر اللي يعتبر أقوى أنمي رعب ودموي، وفكرته عن لعنة كده موجودة في فصل واحد بس في مدرسة معينة وبتقتل كل شوية شخص بطرق شبه أفلام فاينل ديستنيشن كده، فهيحاولوا طلاب الفصل إبطال اللعنة دي بقتل الشخص العائد من الموت. فكرة حرام الصراحة، خصوصا حتة العائد من الموت دي. ولا الأنمي اللي حرام من اسمه بس Angels of Death ملائكة الموت، بس فكرة الأنمي بشكل عام أنا مش شايف فيها حاجة لأني قرأت قصته بشكل سريع ما شفتوش علشان أقدر أحكم، بس الاسم أكيد له علاقة بالأنمي وده كفاية إنه يبقى حرام، إلا لو حد عنده رأي تاني ياريت يوضحه لنا. طبعا خلاص الكل عارف أنمي المركز الأول بعد كل اللي عرضته ده، ونروح على طول على المركز الأول مع أحد أقوى الأنميات على الإطلاق وأكثرها حرمة للأسف، مذكرة الموت. الأنمي اللي اتكلمت عنه في مناسبات كتيرة سواء في قائمة أقوى الأنميات في التاريخ ولا قائمة أقوى أفلام الأنمي اللايف ولا قائمة أذكى شخصيات عالم الأنمي. يعني الفكرة دي كسرت الدنيا وتصارعت عليها شركات الإنتاج في الغرب من قوتها، بس للأسف الشديد فكرة الأنمي نفسها حرام بدون أدنى شك، وهي عن مفكرة لما تكتب فيها اسم أي شخص يموت، والجزئية دي أنا مش شايفها حرام قوي. المشكلة في إن مع كل مذكرة شينيجامي خاص بيها وأشكالهم جميلة ما شاء الله، ده المفروض إنه ملك الموت أو إله الموت. لكم أن تتخيلوا التخلف وصل لأي مرحلة،
إنهم يشبهوا ملك الموت أو إله الموت اللي هو ربنا سبحانه وتعالى إله كل شيء بالأشكال المعاقة دي. ولا ده اللي مركب حلق في ودنه تحياتي على الروشنة يقول يا كبير. ما عنديش مشكلة إنهم يحطوا الأشكال دي كوحوش أو أشرار أو مخلوقات فضائية حتى، قشطة مش مشكلة، لكن المشكلة إنك تجيبهم كملك موت أو إله موت، ده حرام بدون شك، لأن فكرة الشينيجامي اتفقنا قبل كده إنها حرام. بس أغلب اللي بيتفرج على الأنمي ده أو على أنميات الحلقة دي عموما مش بيتفرج علشان الأفكار الحرام دي وبيركز عليها، هو بيركز مع الأحداث وتفاعل الشخصيات مع بعض والصراع اللي بينهم والكلام ده. لكن ده مش هيغير أبدا من إن أفكار الأنميات دي حرام ويفضل نبعد عنها خالص، سواء في الأنميات أو الألعاب أو الأفلام أو الروايات أو أي حاجة تانية. المفروض نبعد عنها بسرعة، لأن الواحد مش ضامن إمتى هيموت، وأنا بفكر نفسي قبلكم، وربنا يهدي الجميع. إيه رأيكم معانا في القايمة؟ لو عندكم رأي تاني ممكن تكتبوا لنا في الكومنتات مختلفين معانا في إيه، أو إيه أنميات كانت المفروض نجيبها معانا وما جبناش، واكتبوا لنا آرائكم برضو، ولو حابين نتكلم عن حاجة معينة اكتبوها لنا. ولو لسه ما اشتركتش في القناة يبقى ياريت تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو وتفعلوا زر التنبيه علشان يوصلكم جديد القناة، وتفعلوا معانا كده، وكمان اتفرجوا على الحلقات اللي فاتت، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.